وده يوم في حياة لطفلين. الساعة دلوقتي 11 صباحا. ليلى صحتني، هي تعبانة فمقريفة جدا. صحيت اكلتها واكلت نوح كان صحي، وعملت كوفي وفطرت، وبدأت بقى انضف الخضار. النهارده تنظيفات المطبخ لرمضان. اليوم النهارده كله هيبقى في المطبخ، فقعدت بقى خلصت كل الخضار ورصيته وغسلته وعملت التفريزات بتاعته، وانا بحط بطاطس جنب البصل عشان ما عنديش مكان في التربو. هبدأ بقى اول حاجة في التنظيفات هي التلاجة، فانا بعملها كده بصابون ومعطر بالليفة، وبعد كده بحته مبلوله نضيفه لمع بيها وبنضف في الاخر، وطلع زي الفل والله. المهم بقى عملت غدا كده بسرعه حواوشي، وجهزت وسبته لغايه لما عبد الله يجي. بدات بقى اجهز في بقيه المطبخ. انا طبعا كنت شايله الستيكر بتاع الرخامه كله عشان كان عامل ريحه مش حلوه، فهنركبه بقى على اخر رمضان كده ان شاء الله في تنظيفات العيد. عايزه اقول لكم انتوا مش متخيلين الفيديو ده، يعني كميه الستوب اللي انا عملتها بسبب ليلى كانت تحت رجليا والله وعياط. قعدت بقى نضفت المطبخ كله زي ما انتوا شايفين،